ورحمة الله وبركاته. النهارده هنتكلم عن حالة سلس البول أو التبول اللا إرادي. سلس البول هو عبارة عن عدم القدرة على التحكم في إخراج البول. في الحلقة النهارده هنتكلم عن أنواعه وأعراضه وأسبابه وإزاي نقدر إن إحنا نتحكم فيه طبيعيا. أول حاجة لازم نكون عارفين إن سلس البول مش نوع واحد، دول 5 أنواع. أول نوع معايا هو اليورينري انكونتيننس أو اللي إحنا بنسميه سلس البول الإجهادي. سلس البول الإجهادي بيجي البيشنت بيقول لك إن أنا لما باجي أضحك أو أكح أو أعطس بحس إن البول بيتسرب مني. دي أول نوع. تاني نوع معايا هو الإرج انكونتيننس، وهنا البيشنت يجي يقول لك إن أنا بحس إن أنا عايزة أدخل الحمام بصورة مفاجأة وما بلحقش أروح الحمام. ده تاني نوع. تالت نوع معايا هو الميكسد، ده بيبقى خليط ما بينهم هما الاتنين. بيجي البيشنت يقول لك والله لما باجي أضحك أو أكح او ان انا اعطس بحس ان البول بيتسرب مني، وكمان الموضوع بيجي بصوره مفاجاه جدا ما بلحقش ان انا اروح الحمام. رابع نوع معايا هو الاوفر فلو، بمعنى ان المثانه بتبقى ممليه بالبول تماما، والبيشنت لما بيدخل الحمام ما بيعرفش يفضي المثانه كلها، والموضوع بيبدا ان هو ينقط كل شويه البول منه. طيب خامس نوع معايا وهو النوع مش هيبقى مشكله في المثانه قد ما هيكون مشكله عندي في الحركه، بنسميه الفانكشنال. بمعنى ايه؟ بمعنى ان البيشنت مثلا بيكون عنده مشكله في الحركه بتاعته، ان هو عنده مشكله في الم في الركبه بتاعته، اي معوق بيعيقه ان هو يوصل للحمام في الوقت المناسب، فبالتالي البول بيتسرب منه قبل ما بيوصل للحمام. طيب بالنسبه بقى للاسباب بتاعه سلس البول، اول حاجه معايا وهي ضعف في عضلات الحوض، ضعف في عضلات قاع الحوض، وده بيحصل نتيجه الولاده المتكرره. ست مثلا تلاقيها ولدت 5 6 مرات ورا بعض، فبيحصل لها ضعف في عضلات قاع الحوض. او بيبقى نتيجه فوق ال 40 ستات فوق ال 40 سنه بيحصل لهم نقص في الاستروجين، ده بيأثر معايا كمان. ممكن الموضوع بيبقى بسبب عصبي زي مثلا السكتات الدماغيه، وزي زي الشلل الرعاش، وزي الاصابات في الحبل الشوكي. ممكن ده كمان يكون سبب في الايه في سلس البول. ممكن كمان يكون سبب معايا هو للرجاله زي تضخم البروستاتا، ممكن يبقى نتيجه ادويه معينه زي ادويه مدره للبول زي ادويه مثلا الاكتئاب او المهدئات. في بقى عوامل تانية بنسميها عوامل خطر، بمعنى ان مش هي السبب الرئيسي لحدوث سلس البول، لكن هي وجودها بيساعد في حدوث سلس البول. زي ايه مثلا؟ زي السمنه، ان الشخص ده يبقى وزنه زايد، زي مثلا التدخين، وزي مثلا الكافيين. الناس اللي بتشرب قهوه كتير، الموضوع ده اصلا معروف ان القهوه هي مضره للبول، بس بيشربوا بزياده. ممكن هي فنجان واحد بس الصبح، ده كويس جدا. ممكن نتيجه تقدم في العمر، ده برضو بيبقى من العوامل الخطر اللي بتزود حدوث سلس البول. طب هعالج بقى حاله السلس البول ازاي؟ طبعا احنا عارفين ان في علاج دوائي، يعني في ادويه بناخدها علشان تقلل انقباضات المثانه وتساعد في الريلاكسيشن بتاع المثانه اكتر، لكن احنا هنا مش بنتكلم على الادويه، احنا بنتكلم اكتر ازاي نقدر نتحكم في الموضوع ده طبيعيا. اول حاجه هعملها وهي تمارين الكيجل، او بنسميها الكيجل اكسرسايزز. الكيجل اكسرسايزز دي مهمتها ان هي تقوي لي عضلات قاع الحوض وبالتالي تمنع تسريب البول. طب هعمل الموضوع ده ازاي؟ اول حاجه لما اجي اتكلم عن عضلات قاع الحوض مش هتبقى يعني مفهومه قد كده، زي مثلا لما بتكلم عن عضلات مثلا الباي او التروي، الحاجات دي بتبقى معروفه ومعروفه حركتها ازاي. لكن قاع الحوض، عضلات قاع الحوض، اعتقد ان معظمنا هو مش عارف هي فين اصلا، ولا عارف حركتها عامله ازاي. فهنعمل ايه علشان نحس بالحركه بتاعتها؟ اول حاجه هقول للبيشنت يدخل الحمام، هو لما بيعمل حمام بيبدا ان هو يمسك نفسه. ان هو يمسك نفسه، العضله اللي حصل فيها انقباض، العضلات اللي حصل فيها انقباض هي دي عضلات قاع الحوض. حسينا بيها وعرفنا حركتها ازاي، كويس جدا. نيجي بقى نعمل الكيجل اكسرسايزز. البيشنت هينام ويبدا ان هو يعمل انقباض في العضلات اللي احنا لسه حاسين بيها دلوقتي. هنبدا ان احنا نعمل انقباض في العضلات دي، ويرفع نفسه لفوق زي ما هيظهر في الصوره دلوقتي. يبدا ان هو يرفع نفسه لفوق ويهولد حوالي 5 ثواني، يعني يمسك نفسه حوالي 5 ثواني، وبعد كده يقوم نازل يعمل ريلاكس 5 ثواني ويكرر الموضوع ده. دي بنسميها الكيجل اكسرسايز، مهمه جدا 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 لحالات سلس البول. طيب نعمل ايه تاني؟ الحاجه الثانيه اللي ممكن نعملها وهي البلادر تريننج. بمعنى ايه؟ بمعنى ان انا بعمل تدريب للمثانه. هعمل تدريب للمثانه ازاي؟ هندرب المثانه ان هي تبدا تخرج البول في وقت معين. يجي البيشنت مثلا يقول لي ان انا كل ربع ساعه بحس ان انا عايزه ادخل الحمام. هقول له طب كويس، كل ربع ساعه بقى لما تيجي تحس ان انت تدخل الحمام، عايز تدخل الحمام، تمسك نفسك، تحاول ان انت تمسك نفسك. طب هعمل ايه بقى؟ هنعمل ايه عشان نخليه يمسك نفسه اكتر؟ نعمل حاجه اسمها الكويك فليك. نعملها ازاي؟ عارفين ان انقباضات قاع الحوض انقباضات عضلات قاع الحوض اللي احنا كنا لسه قايلين عليها دلوقتي، هيبدا يعملها بس بسرعه شديده، يعملها كذا مره، حوالي 5 ل 10 مرات. دي هتساعده اكتر ان هو يخليه يمسك نفسه اكتر. طيب ممكن نخليه ان هو يتشتت انتباهه، زي مثلا ان هو يعد من 1 ل 100، اي حاجه تشتت انتباهه عن ان هو عايز يدخل الحمام. طيب ممكن نعمل ايه تاني؟ ان هو يقعد في اي وضع يعمل اي حاجه هو عارف ان هي ما بتخليهوش يدخل الحمام بسرعه. تمام؟ عملنا مثلا المواضيع دي وقدر ان هو يصبر على نفسه دقيقتين، حلو جدا. يصبر على نفسه دقيقتين، بكره يبقوا دقيقتين كمان، بعده يبقى دقيقتين كمان، يبقى انا باخر الوقت. بدل ما هو كان كل ربع ساعة، هنوصل لدرجة ان هو من 2 ل 3 ساعات يقدر يصبر على نفسه وما يدخلش الحمام.
دي بنسميها البلادر تريننج. الموضوع ده بياخد وقت، ايوه انا عارفه ان هو بياخد وقت، بس نتيجته بتبقى كويسه. يعني أنا لو جيت قارنت دلوقتي ما بين شكل البيشنت وهو بيدخل الحمام كل ربع ساعه، وشكله بعد مثلا 3 او 6 اسابيع، من 3 ل 6 اسابيع، ان هو بيدخل الحمام بعد 3 او 3 4 ساعات، انا كده عملت ايه؟ عملت انجاز كبير جدا. تمام، ده اسمه البلادر تريننج. في بقى عندي اللي هو العوامل التانيه بقى، زي مثلا ان هو لو كان عنده سمنه نبدا ان احنا ننزل وزن، بيشرب كافيين كتير نبدا ان احنا نقلل نسبه الكافيين اللي بيشربها، هي فنجان واحد الصبح. تمام، لو مثلا بيدخن نقلل التدخين، وهكذا. في عوامل اللي احنا نظبطها، وفي نفس الوقت نعمل الكيجل اكسرسايزز ونعمل البلادر تريننج. الموضوع ده مجرب ومهم جدا ونتيجته كويسه جدا، احسن بكتير من ان انا اخد ادويه، لان الادويه في على المدى الطويل هتبدا ان هي تاثر عليا. تمام، يا ريت بس نعمل الاكسرسايزز اللي انا قلت عليها، وشوفوا النتيجه بتاعتها، واكتبوا لي في الكومنتس لو انتوا اتحسنتوا.